على أشرف المرسلين، السيد والي ولاية جالة المحترم، السيد ممثل السلطات المدنية والعسكرية والأمنية، السيد رئيس المجلس الشعب البلدي والولائي لولاية جانت، السادة والسيدات الضيوف الكرام من داخل الوطن وخارجه، السادة نواب البرلمان بغرفتيه، السادة الباحثون الأكاديميين والإعلاميون، أهالينا الكرام بمدينة جالت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني اليوم ونحن نفتتح دورة جديدة من مهرجان سبيبة بطبهتها 17 وذكراه 3253 تحت شعار سبيبة موسم الروح ومعبر الطموح. أنا أقف بينكم في هذا الموعد الذي لا يمثل مجرد احتفاء موسمي عابر، بل يشكل محطة متجددة من محطات الذاكرة الجماعية، وموعد يتجدد فيها الصالة بين الإنسان وأراضيه، وبين المجتمع وموروثه، وبين الماضي الذي أسس الهوية والحاضر الذي يحمل مسؤولية صونها واستشراف مستقبلها. إن السبيبة ليست مجرد رقصة تؤدي، ولا إيقاعا يسمع، ولا لباسا يعرض، وإنما هي منظومة ثقافية متكاملة اختزلت بين قرون ذاكرة المجتمع بأكمله، وحملت في طياتها قيم التعايش والتوازن والتنافس الشريف والتعبير الجماعي عن الانتماء والهوية. ولهذا استحقت أن تتجاوز حدودها المحلية لتنال الاعتراف الدولي والعالمي، وتدرج ضمن التراث الثقافي حدودها المحلية لتنال الاعتراف الدولي وتدرج ضمن التراث الثقافي الغير مادي الإنساني. وإذا كان هذا الاعتراف العالمي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، فإن في الوقت ذاته يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تتمثل في حماية هذا الإرث وصونه من النسيان أو التشويه، والعمل على نقله للأجيال القادمة في صورته الأصلية، باعتباره أمانة ثقافية وحضارية تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. لقد حرصنا في هذه الدورة على أن يكون المهرجان فضاء جمعا بين الاحتفاء والتفكير، وبين العرض والتوثيق، وبين التراث والتنمية. ومن هذا المنطلق تم العمل على توسيع فضاءات النشاط وإدماج الرهان التنموي الرقمي ضمن فعاليات مهرجان الثقافي السبيبة، إيمانا منا بأن التراث لا يفهم إلا في سياقه، وإن الأمكنة التي احتضنت الذاكرة قادرة على أن تروى ما تعجز عنه الكتب والوثائق. كما سعينا إلى تعزيز البعد العالمي للتظاهرة، ومن خلال تنظيم لقاءات باعتبارها ظاهرة ثقافية علمية واجتماعية وإنسانية تستحق مزيدا من البحث والتأمل، وتؤكد أن التراث ليس ماضيا ساكنا، بل رصيدا حيا يمكن أن يساهم في بناء الحاضر وصناعة المستقبل. إننا ننتظر إلى السبيبة اليوم باعتبارها رافعة للتنمية الثقافية والسياحية والاقتصادية، وجسرا للحوار والتبادل الثقافي، ونافذة مشروعة على عالم التعرف في مدينة جالت، وما تزخر به من مقومات حضارية وإنسانية فريدة. ولا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السلطات العمومية والمحلية، وإلى وزارة الثقافة والفنون، وإلى كل الشركاء الفاعلين والجمعيات والمتطوعين وأعضاء اللجان التنظيمية الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاح هذه الدورة وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانة السبيبة وبسمعة مدينة جالت. أيها الحضور الكرام، إن التراث الذي لا تجد من يحمله إلى المستقبل يظل مهددا بالاندثار. أما التراث الذي تتجدد فيه الحياة عبر أبنائها ومبدعيها وحماتها فإنه يبقى خالدة ومتجددة مهما تعاقبت الأزمنة. فلنجعل هذه الدورة مناسبة للاحتفاء
بتراثنا وتعزيز وحدتنا وترسيخ قيمنا المشتركة، ولنجعل من السبيبة رسالة حضارية تؤكد أن الثقافة كانت وستبقى إحدى أعظم صور القوى الناعمة للأمم والشعوب. وفقنا الله جميعا لخدمة تراثنا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.